لا انتوا بس شوفوا حيدر وامه شو مسوين. تحدي جديد بمطعم موي، الاكل الهندي والاكل العراقي، الاكل العراقي حصريا مني دمي، والاكل الهندي حصريا مني دي. 6 اشخاص. يا جماعه احنا نظل نباوع، قوموا خلينا نشوف ونجرب من الاطيب، اكل حيدر او اكل ام حيدر. يلا تعالوا خلينا نجرب. يابا بعد منا ورايح انا راح اتزوج، هاي المرات الاخيره اللي راح ناكل خارج البيت مطعم موي. اليوم جيت حتى اجرب الاكل اللي طابخته والده حيدر، مو حيدر. انا مجرب اكل حيدر، اكله والله بدون اي مجامله، كلش مرتب ويعتني بادق تفاصيل الاكلات مالته. بس الاكل اللي طابخته والدته مسوين تحدي هو وياها. اليوم جيت حتى اجرب الاكل اللي هي طابخه. بلشوا يجهزون سيت المنيو العراقي اللي يتكون من 5 انواع مقبلات والسوب على العدد وخبز التنور وثلاث اطباق اساسيه، قوزي دجاج وقوزي لحم والدولمه العراقيه. والاكل العراقي يحتاج للبن عراقي. برايك منو الاكل اللي راح يفوز، اكلك لو اكل الوالده؟ انت احكم. راح نجرب ونحكم. اكو واحد يتحدى امه. والسيت منيو العراقي من ايد ام حيدر صار جاهز في مطعم موي، يلا نجربه ونقول بسم الله. قوز الدجاج يجي 3 انواع تمن وفوقها نص دجاجه تذوب بالحليب، اما قوز اللحم يجي 3 انواع تمن وفوقها هبره لحم مهروسه هرس. وهاي الدولمه اللاجعه المليانه ضلوع راح تجربوها وتقولون هاي اطيب دولمه جربناها بحياتنا. نحن مسوين دولمه بالبيت، بس والله عرفت الدولمه اللي مسويها بالبيت وجيت حتى اجرب الدولمه اللي مسويتها ام حيدر. وفوقها انطيتها رشه ليمون حتى تكون حامضه كلش. من يحب التبسي ويا القوزي. تشوفون اللود وين صار الدولمه. اذا الدولمه شنو؟ 10 على 10. ثاني همين هاي بس العظام ظلت. طبعا الدجاجه احنا كلش اسفين وبودنا والله ناكلك، بس شبعنا. احنا قعدنا 3 اشخاص ما قدرنا نكمل لان هذا يكفي 4 إلى 5 اشخاص. سيت منيو كامل عراقي من ايد ام حيدر. بعدها شربنا شاي واكلنا سويت وعشنا اجواء الكريسماس في مطعم موي الصاير باليرموك مقابل نادي اليرموك.